سلام حبوباتي وش راكم؟ إن شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم في أحسن الأحوال وأتم الصحة والعافية يا رب. اليوم جيتكم بالوصفة تاع المسشوك بزاف هايلة سريعة ومضمونة بإذن الله. كيما راكم تشوفوا درت 2 كيلات تاع كاوكاو محمص ومطحون، فيهم كيلة سكر، ندير فيهم مغرفة تاع ديسير لافاني، تحبوا ديروا زيست تاع القارص تاني كيما حبيتوا. نخلط هاد المكونات الجافة تري بيان، ومن بعد نزيد لهم الليدام ديالي. واش درت كاس تاع سمن دايب، والكاس الدوزيام نص سمن ونص زبده. فوالا هذا هو الكاس الاولاني. السمن ديالنا ضروري يكون بارد 100%. هاد يعني المرحله هذه ما تستهينوش بها، باسكو الا كان سخون شويه القاطو تاعنا راح يجي يابس وما يجيش كيما رانا نحوسوا عليه. الوغ 2 كيلات ليدام، وحده سمن ووحده مخلطه سمن وزبده، نخلطهم مليح مليح بالفوي حتى هذاك الكاوكاو والسكر يذوبوا بيان. ومن بعد نزيد لهم البيض. بالنسبه للبيض ندير 3 حبات، ندير صفار تاع 2 حبات وحبه كامله، والبياض هذاك نخليوه باش ومن بعد نرمدو فيه المشوك ديالنا. هاد المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم خياتي يقطعوا لنا 40 حبه مشوك كبيره تعمر العين، واذا كان حبيتوه شويه صغير يقدر يدي لكم حتى 50 حبه، هذيك تقعد في يديكم انتوما واش تحبوا. مورا ما خلطت البيض ديالي تاني هنايا، كما قلت لكم 2 صفار وحبه كامله ضروري جدا هنايا، باسكو الا كان كترنا البياض تاع البيض المشوك ديالنا تاني راح يجي يابس وما يجيش بهذيك الطراوه اللي نحوسوا عليها. ومن بعد نزيد الفرينه. في الفرينه ديالي ندير نص باكي تاع خميره كيميائيه. هنايا الخميره الكيميائيه الدوره ديالها تخلي هذاك المشوك يجي منفخ شكله الشباب، و او ميم طون ما يجيش معجن من الداخل. نكمل نخلط هاد المكونات كامل بالفوي، ونقعد نزيد الفرينه بالعقل. هاد المقادير داولي كيلو فرينه، وانتم بيان سور راهي في يديكم ديروا وشوفوا حتى تتحصلوا على عجينه اللي يكون القوام تاعها بهذا الشكل. شوفوا يعني تجي شغل مبسه هكايا، سورتو الكاطو اللي يكون فيه السمن خياتي يجي يعني الطراوه ديالو وحدها، خير من الزيت خير من الزبده. انا هنايا درت ميلونج كما قلت لكم، والسمن اللي خدمت به مدينه، والمارغرين ما يهمش، يعني اي نوع تاع مارغرين تصلح، لابيل ولا فلوريال ولا اللي كانت عندكم. هنا هاوليك الحجم اللي درته انايا، هنا واحد 50 غرام، اذا كان حبيتوا توزنوهم، انا عيني ميزاني. نكمل نشكل هاد الكونتيتي ديالي كامل على جهه. وشوفوا خياتي من الافضل ان نديروهم كامل هكايا كويرات، باش من بعد باش نجوزوا للمرحله اللي نرمدوه فيها. انا بريفير دائما نخدم هكا، يكون بلان دو طرافاي ديالي مقيقي، ما نحبش يعني نكور منه ونرمد منه وندي، نو بريفير هكذايا. ومن بعد نعاود نجيب هذاك البياض تاع البيض ديالي. هنا شوفوا كما قلت لكم، هنا بالك قطعت لي واحد 39 حبه، لكن شوفوا انا درتو كبير باسكو نحبو كبير، نتوما تقدروا ديروا صغير هلا هكذايا، يدي لكم حتى 50 حبه. بالنسبه للتزيين تحبوا ديروا كاوكاو كيما درت انا هكذايا محمس ومطحون، لكن ماشي مطحون كيما هذاك اللي لداخل، يعني جاي مهشم برك. وإلا حبيتوا ديروا لي زاموند ايفيلي، ديروا يعني الحاجه اللي حبيتوها نتوما. وبنفس الطريقه هذه تاع المشوك، اذا كان حبيتوا ديروه بنواه كوكو تولوا تعوضوا هذيك الكميه اللي درناها لداخل كاوكاو ديروها نواه كوكو اللي تكون مرحيه، وهنايا في بلاصه الكاوكاو من فوق ديروا نواه كوكو، هذيك ليكم الاختيار. شوفوا هنا وجدت هذوك لي كيسات ديالي كامل، ضروري يطيب في لي كيسات. ننصحكم بهاد لي كيسات تاع البابيي خير من هذوك النحيسيين، باسكو النحيسيين هذوك الدوغي والارجنتي يتحرقوا تما وما يخليوكش يعني تسويفي المشوك ديالك مليح اذا كان طاب ولا لا. انا ندير هادو، ما كاين في الغوز كاين في البلون، يعني كاع الالوان لي كيسات تاع الورق. فوالا درت الكميه اللي عندي كامل. الفوغ ديالي نسخنو على درجه حراره متوسطه، ياخذ لي 25 دقيقه مده الطهي ديالو كامل. يدي 20 مينوت من تحت كما قلت لكم نار متوسطه و5 دقائق من الفوق.
ومن بعد تخرجوه منا، عسلوه منا. تحبوا تخليوه يبرد ومن بعد تعاودوا تسخنوا هذيك العسيله. انا جو بريفير هكا كيما نقولوا بضربه بإسرعه. كي نخدم كاطو هكذايا نتهنى منه. وسورتو هدايا المشوك هنا كيما راكم تشوفوا مغرفه تاع ديسير، كل حبه تاع مشوك تدي مغرفه تاع ديسير عسيله. العسيله ديالي هذيك ما خلطت لها حتى حاجه، يعني راني ندير فيها من البواطه ديريكتومون. ومع المشوك ديالي يكون سخون راح تذوب يعني تمتم. لكن شوفوا لا تكنيك، ما نديرش غير في الوسط، ندور كامل هكا بالمغرفه، نبدا من الفوق ونحبط باش هكذايا المشوك ديالي يجي معسل حتى للقلب. نكمل هاد الكونتيتي اللي عندي بيان سور. ومن الفوق تاني كيما تحبوا ديروا له حبه كاوكاو، اذا كان درتوه بالكاوكاو. اذا كان درتوه باللوز تاني تقدروا ديروا له حبيبه لوز من الفوق، هذيك تقعد في يديكم. انا المشوك نحبوا بهاد لي سيريس كونفيت هذوما، لو كان ما نديرهمش في العيد ونشوفهم حموره هكذا كنحس حاجه خصت في هذاك العيد. وما يخفاش عليكم تاني باللي المشوك راهو حلوى تقليديه اللي تصلح تاني للسهرات الرمضانيه. هنا شوفوا كل حبه تاع سيريس كونفيت قسمتها على زوج، ونقسموها خياتي بالطول ماشي بالعرض، باسكو لو كان تقسميها بالعرض ما تجيناش بهذا الشكل اللي راكو تشوفوا فيه. هنا باسكو كنت هذاك وين درت العسل. انتوما اذا شفتوا بلي ما شدت لكمش تقدروا ديروا هذيك لا سيريس في العسل ومن بعد تحطوها من الفوق باش هكذايا ما تبوجيش كامل معاكم. الطياب ديالو تاني خياتي تقدروا تخليوه دوغي برك. انا نحب نحمرو وراكو والفتوني دوكا بلي الكاطو ديالي ولا المعجنات ولا كامل نحبهم بيان كوي. نكمل هاد الكونتيتي اللي عندي كامل ودوكا نوريه لكم في صحن التقديم. فوالا هذا هو الشكل ديالو. انا هنا لي كيسات ما بدلتهمش باسكو ما تحرقوليش بالكم بعدا برك نهار العيد نشبعهم ولا علاش قلت لكم ديروا هاد لي كيسات تاع البابي، ننصحكم بهم. ودوكا نقسم لكم حبه تشوفوا كيفاش جا من الداخل، ماشي كاع هذاك المشوك اللي معجن ولا يابس، جا كروستيون يعني يتفتت وحده وحده. و او ميم طون الشكل ديالو راكو تشوفوا فيه يعني بسيط لكن شباب. هاوليك شوفوا جا ما شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفه هذه، ما تبخلوش علينا بلي جيم كومونتير، والى اللقاء الفيديو لاحق ان شاء الله.